ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، والنهارده هنعمل سبيشال تري للبارشال دنتشر. زي ما انتم شايفين دي الادوات اللي هنحتاجها معانا في الصوره، وما تنسوش تشتركوا قبل ما نبدا في الفيديو. يلا بينا. اول حاجه هنعملها وهي السبيسر. هنجيب شريطه من الواكس رفيعه ونبدا نسخنها، وايا كان شكل الاسنان اللي عندنا في الموديل، هل هي صفين 3 معرفش ايه، هنعملها بنفس الطريقة ديت. هتأكد بس ان انا مسيحاه كويس. بعد كده هنبدأ هنحطه بالطريقة ديت زي ما انتم شايفين. ونبدأ نشيل الزيادات. في حتة اتعرضت مني من السنة هغطيها عادي جدا. ده شكلها. بعد كده نعمل طبقة السبيسر بقى اللي المفروض تتعمل. هنجيب شيت واكس ونبدأ ان احنا نعدي على النار. هنبدأ نعمله ادابتيشن من جوه لبره. لو لقيتوا حتة ناشفة منكم سخنوها عادي. بعد كده هنبدأ نشيل بقى الزيادات. المفروض ان احنا في الاول بنرسم 3 خطوط: خط الدبت اوف ذا سالكس، وخط السبيشال تري، بعد كده خط السبيسر. وانا بقص السبيسر عند خط السبيسر. ده الشكل اهوت النهائي. هبدأ ان انا بقى اقص عند خط السبيسر بتاعي. انا قلت اسرعه عشان ما اطولش عليكم. بعد كده هنحطه في ميه عشان نجهز ان احنا نعمل السبيشال تري بتاعتنا. المفروض ان احنا هنماكس باودر وليكويد بنسبة 3:1. الواحد ده هو الليكويد والتلاتة هو الباودر، بس انا غالبا بحطه بالتقريب يعني.
ان انا كان معايا مونيمر حبة صغيرين، فبدأت احط بالتقريب. شايفين القوام بتاعه زي ما يكون كده الباودر فيه كتير مفرول كده، ده معناه ان انا محتاجة احط مونيمر اكتر. لسه برضو انا محتاجة احط اكتر. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ هو ده القوام المطلوب. بعد كده هنحطه تحت جلاس لاب عشان المونيمر ما يطرش. هنا كان نشف، هو انا صراحة سبته وقت كبير، فهتلاقوا العجينة معايا بتتعمل بسرعة يعني، كانت نشفت. لازم نحطها في مية الاول عشان نجمعها مع بعض وما تلزقش في ايدنا. هي مش بتلزق معايا عشان انا اوريدي سبتها كتير. هنا اهو فردناها على الجلاس سلايد، ولازم نتأكد ان الجلاس سلايد الاتنين متغرقين مية عشان ما يلزقش. هنا لقيتها ممكن ما تكفيش، فقلت ازودها اكتر. هبدأ اعملها ادابتيشن، وبرضو نفس ما عملنا في سبيسر من جوه لبره. هي كانت نشفت معايا صراحة، فكانت صعبة في الهاندلنج بتاعها شوية. طريقة بقى وانتوا بتقطعوا الاكسس، حطوا الأداة اللي انتوا بتقطعوا بيها ايا كانت في مونيمر، هيخلي القطع معاكوا متساوي وسايح وكده. وانا هنا الصراحة المونيمر كان خلص مني فمعرفتش اعمله، بس هو عادة انا بعمل الطريقة دي على طول وبيطلعها مني ستريت. هنا عشان ما عملتش الطريقة دي هلاقي ان الاطراف بتاعتها مش سموث، هلاقي فيها زي الريجولاريتيز كده. هعملها على التريمر. سواء انتوا لو عملتوها اسمه ايه، بالمونيمر، هتلاقوه سموث اصلا طالع معاكم، والكاتنج حلو قوي. بنعمل perforations هنا، ما كناش بنعمل في الكومبليت دانشر perforation عشان انا اوريدي بستخدم زنك اوكسايد اللي هو اصلا ماده ادهيسيف بتلزق في التري. انما هنا طبعا ناس عندها اسنان اكيد مش هستخدم زنك اوكسايد لان هو ماده ريجيد. فهستخدم مثلا الجينيت رابر بيز. فالحاجات دي بتحتاج ميكانيكال ريتنشن عن طريق البرفوريشنز اللي انا بعملها ديت. والبرفوريشنز ما تعملوهاش نقطة صغيرة، لا، ده انا بحط ايا كان الاداة اللي هعمل بيها زي كارفر مثلا، بحط وبوسعها كده زي في روتيشن موفمنت كده عشان اوسعها. لازم تبقى كبيرة بحيث ان الامبريشن اللي هاخده ينزل في الحاجات دي ويعمل لوكينج معاها. كتروا برفوريشنز في كل مكان، مفيش مكان هقولك ما تحطش فيه، في اي حتة. هو هنا الصراحة انا نسيت اعمل الهاندل،
بس مش مشكلة، انتوا اعملوها، هي سهلة. ولو برضو عايزين تعرفوا الهاندل، كان في فيديو انا منزلاه على سبيشال تري بس بتاعت كومبليت دنجر، كنت عاملة فيها الهاندل، فممكن تشوفوها لو عايزين طريقة الهاندل يعني. اتمنى تكون ان انا مطولتش عليكم في الفيديو، واتمنى تكون ان انتوا طلعتوا باقصى استفادة ممكنة. وهو ده الشكل النهائي بتاعنا، ناقص بس ان انا اعمل لها تريمنج على التريمر. بصوا ده شكلها بعد ما نشفت. اتمنى تكونوا استفدتوا اكبر قدر من الاستفادة،